يا ضارب العود علق دمعتي وترى إن المواويل أنثى أنجبت قمرا ودللته ونامت قرب ضحكته وأرضعته دموع العين والسهرا. يا ضارب العود لي حزني ولي قمري ولغناء الذي لا يشبه الغجر لصوت مسعود من ميسان يهتف بي أيها الولد المكدود كن حذرا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وسهرة أخرى ولقاء آخر من حوار ونغم. سهرتنا لهذه الليلة تختلف تماما حقيقة. اليوم ضيفنا إلى ثقل بالعراق والوطن العربي لما قدم من منجز إبداعي كبير على مستوى الأغنية العراقية، بالإضافة إلى الجمل اللحنية المهمة اللي في بعض الأحيان نتساءل إلى أي جيل تنتمي هاي المدارس المهمة اللي قدمت من ملحنين كبار ومطربين. فنستحق أن نذكر في هذه الحلقة ونقول المطرب العربي مهند محسن في حوار ونغم. مساء الخير أستاذ مهند ونورتنا. مساء الخير عليك، شكرا على هذا الشعر الحلو، على هذه المقدمة الحلوة. أقل من استحقاقك. تسلم، شكرا. أولى الخطوات تكون في بعض الأحيان قابلة للتشبيه في دخول الفنان في أي مجال أو أي شخص مشهور. كانت البدايات تسمية بعض الماشيتات بظهور الطفل المعجزة. 7 سنوات. نعم. تختلف تماما. 7 طبعا 7 تقريبا أقل، يعني حتى 6 وبديت يعني إنه 6 وبعدين 7. ما شاء الله الخشب يمنها من دق الخشب. هاي ال7 سنوات مهمة. ايش تتذكر أول خطوة بهذه الخطوات كانت؟ طبعا تفاصيل كثيرة. طفولتي غزيرة بالأشياء الممتعة والحلوة، لأن احنا جينا جيل يعني كان حتى الظرف والمناخ كان مهيئ انه المواهب يعني المواهب انه اكو ممكن تصير. وهذا جزء من فرص الفنان لما يجي في ظرف معين في كل التفاصيل، في كل المجالات. الفرصة يعني الوقت لما يجي فنان أو أي شخص يعني بكل المجالات، الظرف كلش مهم أن يخدم طبعا. يعني أنت إذا تجي بظرف مو زين هاي هم مشكلة. مع العلم أنت عندك مواهب وعندك كذا وكذا، بس الظرف مو زين. فالحمد لله احنا يعني أنا بالذات بالنسبة إلي جيت في ظرف كنت يعني كان مهيئا أخلي هاي الطاقة أنه يعني تتكلل بنجاحات وأشياء حلوة، وهذا من حسن حظي يعني. دخولك لهذا الاستوديو في مبنى الإذاعة والتلفزيون، أنا كل السعيد طبعا. أنا أرد أحكيها لأن يعني بقلبي هي كل السعيد. أول ما وصلت للإذاعة والتلفزيون يعني عندي ذكريات كلش حلوة، ويعني مش قد ما احكي لك ما اوصف. حسيتك من دخلت قلت عطر المكان. اي عطر المكان لحد الان يعني في بالي هاي الريحة مال الحدائق الجميلة مال العراق مال بغداد. انا كل السعيد لان شفت هذا الصرح العظيم اللي قدم مبدعين كبار بكل المجالات، من تمثيل، من مطربين، من كل المجال، كتاب، شعراء. كل السعيدة اليوم. وشعوري يعني شلون واحد يقول، مثل ما نقول احنا بالعراق نقول ما اعرف شنو اوصف الحالة اللي اني بيها بصراحة. اشوف لمعة بعيونك وانت تستذكر هذه الذكريات وتقول اشم العطر وتحسس المكان طبعا، وتذكر الاسماء والمبدعين طبعا اللي موجودة. يخليني في تساؤل. الكثير يعرف بأن الإذاعة والتلفزيون كان من يدخلها ويسجل مطرب، مو أي واحد يدخلها. طبعا هل صادفت هذه اللجان الكبيرة لفحص النصوص؟ كان صعب. كان صعب انه انت تدخل، ولجنة مو سهلة يعني. يعني انا مثلا اللجنة مثلا طالب قرغلي، ياسين الراوي الله يرحمهم طبعا، هذول كبار فنانين كبار، ومحمد نوشي الله يعني فنانين كبار. يعني انا صغير يعني عمري 16 وجيت اختبر بهذا المكان يعني اللي احنا هسه بيه. فصعب هذول شلون يعني تخترقهم، شلون تقنعهم. والحمد لله يعني قدرنا. غنيت لهم في هذه الذاكرة يعني، اذا ان شاء الله الذاكرة تكون بخير. لا طبعا هاي الذاكرة اشياء بس هاي الذاكرة شنو اللي دخلت بيه باي اغنية وقابلتهم؟ انا كنت يعني جيت تعرف احنا يعني بالبدايه ما عندنا توجيه يعني احنا
انا الحمد لله يمكن عاصرت كبار الفنانين، صح، بس خدموني بالخبره بس ماكو هذا التركيز مثل هسه. يعني انت تاخذ معلومه تخليها، بس ما تخليها يعني اساس عندك. صح. فاني غلطت بسالفه لما اختبروني الاساتذه الكبار، طالب غرغلي ومحمد نوشي وياسين الراوي، وكان بعد ما اتذكر منه، ما اتذكر. فاني قلت هاي الحاني، هاي غلطت ثاني طبعا ممكن الارتباك يخلي. لا غلطت، لين ما يصير اقول انا ملحن. اها، يعني 16 سنه 17 سنه ملحن صعب، يعني شلون طبعا. يعني انت جاي مطرب لا تقول ملحن، احنا نلحن لك. صح، هيك الفكره يعني. فقلت انا ملحن، فهم يعني مثل اللي صار يعني رده فعل، شنو 16 لحن وهم كبار يعني فنانين. ايش لحنت بالبدايه؟ لحنت هوايه، وطبعا لا هو لحن الدخول اللي كان العود بيدك هو ودخلت هو للجنة. اول لحن انطاني اياه الشاعر الكبير ووجه له تحيه محمد المحاويلي، طبعا تحياتنا له. ابو نصير الغالي. انطاني اغنيه كافي ولا تزيد يا مسافر بعد. مع العلم انا كنت صغير وطاني هذا النص. انا استغربت ليش طاني هذا النص، بعرف. البعض المراقب للشأن ومتابع لمهند محسن يقول بأن محمد المحاولي هو الذي دفع مهند محسن بأن يكون ملحن. طبعا هو والفنان الكبير طبعا، القامة الكبيرة جعفر الخفاف. تحياتنا ابو أديب. طبعا هم بالبداية يعني هم اللي يعني شلون يعني خلوا في بالهم انه هذا راح يصير ملحن. وهذا يعني انا كلش اشكرهم عليه يعني. احنا نقدر نستذكر لو نتعبك اذا قلنا لك على العود نسمع اللحن اللي دخلت به للجنة. صعب؟ لا مو صعب، لا بس يعني يا ريت استذكار حتى المشاهد يستذكر هذه اللحظات بمقابلة لجنة كبيرة. ما مغني. ايه كافي ولا تزيد يا مسافر بعيد. كافي ولا تزيد يا مسافر بعيد، لو ينفع عتاب أسأل عالجواب، لو ينفع عتاب أسأل عالجواب. الله يا جمالك وإحساسك. هذا اللي يخلينا نقول بأن دخول لطفل معجزة قالوا في بدايتها، وهو التشبيه بجورج وسوف. بداياته أيضا بدأ بنفس العمر، عمر صغير، وولادة مطرب على فكرة وملحن. هذا الشيء اللي كان هو مؤثر بالوسط الفني العراقي. أتساءل اليوم، ذكرت بالمقدمة قلت نحير نقول إلى يا جيل، بديت بالثمانينات؟ اي بالثمانينات انا كنت طفل. بس انا لما اشتهرت يعني صرت انه يعني كشاب بال90 91. يعني بدأت الشهرة الحقيقية، النجومية الحقيقية. اي يعني بال 82 83 كنا نغني اغاني وطنية يعني للوطن وهاي الاشياء. ويعني بس مو هاي النجومية، انت طفل يعني. النجومية دائما تكون يعني لما يكون شاب يكون عنده جمهور وعنده. بس انا بديت يعني هسه دائما الناس يقولوا لي اكو يعني ناس يشوفوني بالشارع، احنا كنا صغار نسمعك. قلت لهم يابا مو انا هم صغير وبديت فانتم حبالكم انا كبير وبديت. هذه القضية تخلينا في تساؤل، منو عرابك الحقيقي؟ عراب مهند محسن حقيقي مو واحد، اكثر من عراب يعني اكثر تقريبا. يعني اولا العراب الاول هو الاستاذ فاروق هلال. تحياتنا استاذ فاروق الكبير، يعني القامة الكبيرة، الفنان الكبير. يعني فادني مو بس فنيا، مو بس مهنيا كفن، فادني كفكر كتصرف
حتى السلوكيات، حتى اشياء تعلمنا منها هواي. وطبعا الاستاذ الكبير الله يرحمه يحيى الجابري، الله يرحمه، طبعا هم فادنا كثير وعلمنا كثير. واني يعني هواي ناس بصراحه علموني، وانا اشكرهم يعني. بس يصير فرصه انه نذكرهم طبعا. يعني انا قبل كم يوم انا شفت لقاء وياك ويا حضرتك مع الكبير احمد نعمه. تحياتنا طبعا استاذ احمد. طبعا احمد نعمه يعني هم يعني انا اعتبره استاذي بالغناء وعلمني كثير بالمقامات. يعني فوجه له تحيه الكبير احمد نعمه. يعني انا كلش عجبني لما استضافته. فالشيء كبير اقل من استحقاقكم حقيقه. نتساءل اليوم بعد ما عرفنا اكثر من عراب اليك، المدارس الفنيه تختلف. نعم. والتاثر يختلف. نعم. بمن تاثرت وباي لون من الالوان العراقيه؟ كانت عندنا الاغنيه البغداديه، الاغنيه نعم. الريفيه، هذا البلد الزاخر خلى نعم. تاثرك بوصلتك الى اي جهه تتجه؟ انا كنت كل شيء اسمع. كل شيء تسمع؟ كل شيء اسمع. الاغنيه البغداديه وهي هاي التسميات يعني طلقوها بصراحه ناس مو مهنيين طبعا. ولذلك هي صارت شنو الاغنيه البغداديه؟ يعني مثلا رضا علي يعني ابدع بالالحان، عباس جميل ابدع بالالحان، طالب قلوغلي ابدع بالالحان. هي مراحل، هي الاغنيه العراقيه هي وحده، ماكو اغنيه بغداديه واغنيه يعني هل تتشابه الاجيال بنتاجاتها؟ طبعا. الجيل السبعيني يشبه جيل هو الواحد المشترك واحد اللي هو الابداع. ما اختلفت اللهجه واللغه لا. وطريقه التلحين؟ لا ابدا. ما ابدا. الاختلاف هو تطور التقنيات بالتوزيع، بالحداثه. والا هسه يعني اكو اغاني لو تسمعها هسه مال الجيل الجديد اللي موجود، اغاني تحسها سبعينيه، 80 ستينات. بس شنو الفرق؟ انه اكو تقنيات التوزيع حديث الاشياء، والا هي اغنيه يعني نفس